تخيل تصحى تلاقي نفسك لابس حفاضة أطفال ومربوط في سرير هزاز، وقدامك ست مجنونة بتمسك الببرونة وبتقولك اشرب اللبن يا بيبي، وإلا الجروف بتاعها هينزل على فكك يكسره. النهاردة احنا قدام فيلم مش بس رعب، ده فيلم بيخليك تشك في كل عروسة لعبة شفتها في حياتك. الحكاية بتبدأ بجثة من غير راس وعرايس مرمية في كل مكان، وانتهت بخاتم جواز غرقان في الدم. حضر قهوتك وركز معايا في حكاية ميسي اللي دخلت الغابة عشان تتخطب، فلقت نفسها بقت عروسة لعبة في بيت مهجور. ده الحكاية جوه بيت قديم لست عجوزة اسمها دولي. المكان يقطع القلب، عرايس أطفال مكسرة في كل حتة، ودبان مالي المكان حوالين جثة من غير راس مرمية على السرير. المشهد بيتنقل لميسي وبنته صغيرة اسمها إيفي. ميسي شافت خاتم جواز في شنطة حبيبها تشيس، وعرفت إنه ناوي يطلب إيدها النهاردة في الرحلة اللي طالعينها وسط الغابة. وهم ماشيين ميسي شافت عرايس متعلقة على الشجر، رفعت واحدة وقالت إن شكلها شبه تشيس. الموضوع كان يوتر، بس كملوا لغاية قمة التل، مكانه المفضل من صغره. وفي اللحظة اللي تشيس بيجهز فيها الكاميرا عشان يصور لحظة تقديم الخاتم، اشتغل صوت صندوق مزيكا من بعيد. دولي هي اللي كانت مشغلاه عشان تجرهم للفخ. تشيس راح يشوف فيه ايه، ولقى دولي قاعدة بتعيط ولابسة ماسك. وأول ما حط ايده على كتفها، دولي اتحولت لوحش، رفعت جسمه عن الأرض وكسرت رجله وفكه بالجروف بكل برود. ميسي راحت تدور عليه ولقت صندوق المزيكا وبصت الحفرة وشافت تشيس وجثته متدمرة. دولي ظهرت وبدأت مطاردة مرعبة. ميسي حاولت تهرب وتدافع عن نفسها بمطوة صغيرة لقيتها في الشنطة، بس وهي بتجري اتكعبلت في صخرة ودماغها خبطت وأغمى عليها. ميسي صحيت لقت نفسها في سرير هزاز بتاع أطفال، ودولي بتعاملها كأنها بيبي. لبستها حفاضة وحشرت السكاتة في بقها بالعافية بعد ما ميسي عملت حمام على نفسها من كتر الرعب. ومن ورا الحيطة سمعت صوت رادل بيكح وبيقول لها إنها مش هتخرج إلا لو لقت المفتاح الفضي المستخبي، وإنها لازم تجاري دولي في جنونها وتمشي معاها في اللعبة عشان تعيش، لأنها دلوقتي بقت عروسة دولي الجديدة. دولي بدأت تأكل ميسي بالعافية، ولما ميسي رجعت الأكل دولي اتعصبت وطلعت ببرونة لبن بايظ وقرف. ميسي رفضت تشربها، لكن من خوفها من لطشات دولي اضطرت تشرب، ورجعت تاني من كتر القرف. ميسي عضت دولي في صدرها وهربت للدور اللي فوق، ودخلت أوضة مرعبة مليانة صوابع مقطوعة بتاعت الضحايا اللي قبلها. وبعد مطاردة تانية ميسي نزلت البدروم ولقت راس الست العجوزة والشموع والتمائم في كل حتة، وشدت المفتاح الفضي اللي كان متعلق من الراس المقطوعة، بس دولي قفشتها وعطعت ودن ميسي وخيطتها وهي صاحية في مشهد بشع وهي بتدندن لها كأنها بتنيم بيبي. ميسي استغلت نوم دولي وسرقت المفتاح من رقبتها وفتحت للراجل المحبوس اللي قال لها إنه محبوس هنا من شهور، من ساعة ما أم دولي عيت. بس الصدمة إن الراجل ده طلع أبو دولي، وهو اللي كان مسيطر على البيت. وبمجرد ما فكت سلاسله ومسك ميسي وهددها يذبحها بحتة إزاز عشان يخرج، وقعد ينادي على بنت دولي ويذلها ويقول لها يا بنوتي اصحي لعبتك معايا. لما دولي خرجت الأب ضربها بالجاروف وقعد يذلها ويقول لها إن ده لسه بيته وحتى بعد ما أمها ماتت. ميسي هجمت عليه من ظهره، ودولي استغلت الفرصة وشقت صدره بالجاروف وخلصت عليه تماما. تشيس كان لسه بيعافر بره وهو بيزحف بفك متدمر لغاية ما وصل لبيت دولي. ميسي لما شافته ونطت له من الشباك كانت دولي وراها وخلصت على تشيس تماما وخلعت فكه قدام عين ميسي. ميسي جريت وهي شايفة هلاوس وشايفة بنتها إيفي قدامها، ووقعت في نفس حفرة الجثث، وهناك مسكت جثة الأم اللي من غير راس. اللحظة دي دولي جمدت مكانها لأنها مش عايزة الجثة يجرالها حاجة. ميسي رمت الجثة ناحيتها ودولي انشغلت إنها تنزلها بالراحة، فميسي استغلت الفرصة وضربت دولي بالجاروف في وشها لغاية ما وقعت في الحفرة. ميسي نزلت شدت الخاتم من إيد دولي بالعافية وهربت لغاية ما لقت حارس غابة، بس دولي ظهرت فجأة وقتلت الحارس وفصلت راسه عن جسمه وهي بتشاور لميسي من وراء إزاز العربية. ميسي قدرت تخطف مفاتيح العربية وداست على دولي بالدوزين وبكل غل، وفي النهاية لبست خاتم تشيس وهي بتسوق ودموعها نازلة، وكأنها بتقول للعالم إنها الوحيدة اللي قدرت تنهي لعبة العرايس وتنجب حياتها. ودي كانت نهاية قصتنا. استنونا في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة. دي كانت نهاية قصتنا النهاردة. لو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك، وهدفنا النهاردة نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. وأي حد بطل ووصل معانا لنهاية الفيديو يثبت وجوده في التعليقات ويعمل إيموجي العروسة. شكرا للمشاهدة، ونتقابل في تلخيصة جديدة.